ما حافظنا على الثقافة نبقى متماسكين بأرضنا، نبقى متماسكين بهالأخلاقيات القديمة، الأخلاقيات اللي بتجمع كل الثقافات مع بعضها البعض. طبعا شيء جميل جدا يعني، ولو كان أي أولى خطوات إنه نحن مثلا رفاق بالاتحاد الفلاحين قاموا بهالخطوة خطوة إيجابية، وهذا يعتبر كمان بنفس الوقت إنجاز. لكن الخطوة الإيجابية التاريخية نحن من الآن فصاعدا كيف ننظم، مو بس ننظم أنفسنا، ننظم تراثنا، الشيء التراثي الموجود، شيء الثقافات الموجودة ما عدا الخيول. قد يكون في شغلات ثانية كمان لازم نحن نحميهم ونحافظ عليهم. والزي سألوا كان اسمه النعامة. أما في مجتمعنا هذا كان مجتمع الإخوان العرب، كان غير من الرسائل لكي يتميز عن بقية الفصائل. نبي أنجمنا زرقانسا أسكي حفا وشبابكين وأصيا واتكين السربي بخواندني تبقى جمعة ديمقراطيك كسايدية مموستا غريب حسو دستيا أوري ودستيا جاندني وتقاس واستكم وتبايا أمالكايا. ليش؟ لأنها تعد من ثقافتنا ومن تراثنا المجتمعي في المنطقة بشكل عام. طبعا الخيول الأصيلة تختلف من حيث الناحية الثقافية من بقية الخيول الأخرى. ونشكر اتحاد الفلاحين في إقليم الجزيرة على هذا العمل الاجتماعي والإرث التاريخي في تشكيل جمعيتنا جمعية الخيول الأصيلة، لأنها تعتبر ثروة الخيل من الثروة الوطنية والشعبية.